السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب تانية إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعة مع مراجعة الحل على مراجعة شهر أكتوبر. أنا مبسوط جدا 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 بكم التفاعلات اللي أنتوا عملتوها على المراجعة اللي فاتت، على الفيديو اللي فات. كومنتاتكم الجميلة ونكمل يا مستر وعاش ويلا بينا والكلام ده كله، وأنا بقول لكم يا جدعان شكرا ليكم جدا جدا جدا، واللي أنتوا بتدعمونا واللي أنتوا عايزيننا نكمل. ولو أنت لسه أول مرة تتفرج على الفيديو ده أو أول مرة تتفرج علينا، فيا ريت تروح الاول تشوف المراجعه الشرح، مراجعه شرح كده في ساعه ونص كده لذيذه لطيفه. مستر ده زي من ساعه ونص يا عم، تخيل هي ساعه ونص كده وشويه كسور. طيب لو انت خلاص اتفرجت فانت جاهز دلوقتي ان انت تتفرج على مراجعه الحل، تمام؟ خليك كده جاهز معانا، حضر كده يا باشا كوبايه الشاي بتاعتك الجميله ويلا بينا نبدا بسم الله. وقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل شير، ما تنساش تعمل كومنت جميل زي الكومنتات الجميله اللي انت عملتها الفيديو اللي فات. ويلا بينا نبدا، يلا بسم الله نبدا. اول سؤال بيقول لي اكتب المصطلح كل ما له كتله وحجم وكمل ويشغل حيزا من الفراغ، اللي هو يعني حجم برضه. قصدي بيه ايه يا استاذ؟ قصدي على حاجه اسمها الماده. رقم 2 بيقول لي حاله من حالات الماده لها شكل محدد وحجم ثابت. شكل محدد وحجم ثابت اكيد قصده بيتكلم عن الماده الصلبه. ليه يا مستر؟ اصل حضرتك الماده الصلبه كان شكلها ثابت، كان حجمها ثابت، كانت لا تنضغط، الانتشار فيها كان بطيء وهكذا. طيب حاله من حالات الماده لها القدره على الانتشار والانضغاط. بص، هي دي المفروض يبقى لها القدره على الانسياب والانضغاط. طيب هو انا عندي اصلا كام حاله بتنضغط يا مستر؟ هي حاله واحده، الحاله الغازيه. تفتكر كده الحاله الصلبه كانت بتنضغط؟ لا. الحاله السائله بتنضغط؟ لا برضه. يبقى دي حاله الايه؟ الغازيه. يلا يا باشا بسم الله. المفروض نعمل كده من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي حاله من حالات الماده حجمها، يلا بقى، ثابت. لا ثانيه، ايه حجمها ايه؟ ثابت. وشكلها يتغير بتغير الاناء الحاوي ليها. يعني بص، هي حجمها ثابت، يعني لو لتر يفضل لتر. خلاص انت عرفت انا بتكلم على فكره، انا بتكلم عن الحاله السائله، بتكلم عن الميه. وشكلها بيتغير بتغير الاناء. خلاص يبقى قشطه، يبقى اذا دي حضرتك الحاله السائله. حاسس ان انا عايز اكبر القلم شويه. يلا بينا. نظريه تفصل سلوك الماده وخصائصها. قصدي بيها نظريه الجسيمات. طب هي كانت بتتكلمنا عن ايه مستر نظريه الجسيمات دي؟ اول حاجه ان الماده بتتكون من جسيمات، وان الجسيمات لا يمكن رؤيتها بالعين المجرده ولكن ترى بالميكروسكوب. ايه كمان؟ قال لي ان الجسيمات ليها طاقه وضع وطاقه حركه، طاقه وضع وطاقه حركه. طاقه الوضع جايه من ايه؟ جايه من قوى التجاذب بين الجسيمات وبعضها. طب طاقه الحركه، حركه يبقى ناتجه عن حركه وهكذا. طيب حركه الجسيمات الماده او حركه جسيمات الماده في الموائع حركه عشوائيه في جميع الاتجاهات. طبعا قصدي بيها على حركه البرونيه، لكن بتحصل فين؟ في جسيمات الماده في الموائع، جسيمات الماده الكبيره في الموائع. نكمل بسم الله. درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة دي اسمها درجة حرارة الانصهار. من صلب لسائل. طيب أو درجة الانصهار، مش اسمها انصهار بس، اسمها درجة الانصهار. طيب خليك فاكر إن درجة انصهار التلج بكام؟ بصفر. خلي بالك درجة تجمد المية بصفر. الصفر ده حد فاصل بين التلج وبين المية. فلو انت جاي من الميه وعاوز تجمد هتتجمد عند الكام؟ صفر. ولو انت جاي من التلج وعاوز تنصهر، عاوز تسيح، هتنصهر عند الكام؟ عند الصفر برضه. طيب بيقول لي رقم 8 النقطه التي تثبت عندها درجه الحراره، حراره الماده اثناء تحولها من الحاله الصلبه الى الحاله السائله. والله يا مستر كانت الحاله الصلبه دي اللي هي التلج، الحاله السائله اللي هي الميه، كان في درجه حراره كده وانا بسيح اسمها صفر. كانت بتثبت عندها درجه الحراره شويه مده معينه حتى تضعف قوى التجاذب او قوى الترابط بين الجسيمات وبعضها. فهي اسمها ايه درجه الحراره دي؟ اسمها درجه حراره صفر. طيب او ممكن اقول لك درجه الانصهار بقى. درجه الحراره التي تتحول عندها الماده من الحاله السائله الى الحاله الغازيه عند نقطه محدده اسمها درجه الغليان. طيب خليك فاكر هي ليه لازمه نقطه محدده دي؟ قال لحضرتك ان الماده السائله بتتبخر عموما في اي درجه حراره. ده كان الفرق بين التبخر والغليان. فلازم اقول لك عند نقطه محدده، النقطه المحدده اللي هي كام؟ درجه الغليان. ودرجه غليان الماء بكام؟ تقول لي ب 100. غلط. غلط. لا يا مستر،
ثواني بس، هو انا قلت لك ان الميه دي عند الضغط الجوي المعتدل؟ قلت لك ان الميه دي في الحاله الطبيعيه؟ لا، قلت لك ان هي حاله طبيعيه. قصدك ايه يا مستر؟ قصدي اقول لك ان هو ماء نقي عند مستوى سطح البحر. تقول لي هنا ان درجه الغليان ب 100. طب يا مستر لما بنطلع فوق درجه الغليان بتقل، ولما بنحط عليها سكر او ملح بيبقى فيها شوائب، درجه الغليان بتزيد، وهكذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي درجه الحراره التي تتغلب عندها جميع جسيمات السائل على قوى التجاذب بينها وتتحول الى جسيمان غاز. كأن بالبلدي بقول لك كده من سائل لغاز، تبقى عمليه ايه؟ درجه الغليان، اسمها درجه الغليان. وخليك فاكر احنا بنتكلم كل ده على درجه محدده، فما تقوليش تبخر. طيب ضغط الهواء الجوي عند مستوى سطح البحر كان اسمه ايه يا استاذ؟ كان اسمه ضغط جوي معتاد، انت متعود عليه، انت متعود على الضغط الجوي دوت. لكن لو طلعت فوق الجبل، هو انت حضرتك مولود فوق الجبل؟ لا. طب الناس اللي مولوده دي بالنسبه لها فوق الجبل ده ضغط جوي معتاد، بس بالنسبه لاي بشري خلقه ربنا حضرتك بتتولد في الاغلب على سطح البحر، يعني عند سطح البحر. القاهره مثلا، اسكندريه، اسوان اعلى شويه بس يعني ما علينا، مش هيتاثر، يعني فرق الطفيف دوت مش هياثر فيه. طيب عمليه تحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله الغازيه، ايه ده؟ هي مش المفروض يا مستر تبقى صلبه سائله غازيه؟ امال ايه اللي حصل ده يا مستر؟ ايوه دي حاله جديده او التحول الجديد. احنا خدنا تحولين جداد السنه دي، واحده اسمها تسامي وواحده اسمها تساقط. دي عمليه ايه؟ قصدي دي عمليه التسامي. يعني ايه يا مستر تسامي؟ يعني حضرتك احول من صلب لغاز على طول. زي مين يابا؟ قال له لا يا مستر، زي اليود. اليود يا مستر دي ماده صلبه، بتتحول لحاجه اسمها على طول ابخره اليود. ابخره اليود بخار يعني، دي حاله غازيه. فمن صلب الغاز دي حاله التسامي. لكن العكس تساقط. العكس يا دكتور تساقط. في نفس الكلام على فكره، لو قال لك اديني مثال على حاله التسامي دي، انا بحسه سؤال صعب، بس هو بالنسبه لك يعني انت تافه والله العظيم. هتقول له اليود بسم الله الرحمن الرحيم، اليود الصلب تحول الى ابخره الايه؟ اليود. اللي بعده، أي جزء من الكون يكون موضعا للدراسة وملاحظة تغير الطاقة والمادة. كنت بقول لحضرتك إن أنا عندي حاجة اسمها النظام. النظام ده يا أستاذ ويا أستاذة هي أي حاجة بدرسها، أي حاجة بلاحظ فيها. طب هو أنت هتلاحظ كام حاجة؟ حاجتين، خليك فاكر. إيه هما الحاجتين يا مستر؟ قال لي أول حاجة الطاقة، تاني حاجة المادة. وقلت لك إن في الأغلب، بص مش على طول، مش محدش يقول لي لا، في الأغلب إن الطاقة دي هتبقى طاقة حرارية. طاقه يا دكتور حراري. حتى الثلاث امثله اللي احنا خدناهم عن النظام المفتوح والنظام المغلق والنظام المعزول كنا بنتكلم فيها على الطاقه اللي هي بين قوسين حراره. فيعني لو الحراره كده خلاص كده يبقى في انتقال للحراره او سريان للحراره. طيب الحيز المحيط، خلاص كمان شفت كلمه محيط، يبقى الوسط المحيط. خلي بالك ان هي بيقول لي هنا ملاحظه تغير الطاقه والماده. هي الطاقه لو اتفقدت من النظام هتروح فين؟ للوسط المحيط. طب الطاقه مثلا والماده لو اتفقدت برضو من النظام هتروح فين؟ من الوسط المحيط. طب لو النظام اكتسب اي حاجه جايه له منين؟ من الوسط المحيط. والله. فالاثنين دول ليهم علاقات مع بعض. طب امتى يا مستر ما يبقوش ليهم علاقه ببعض؟ في النظام المعزول. النظام المعزول ده ولا يديني طاقه ولا يديني ماده ولا يخرج ولا يدخل، معزول على حاله، سجن والعياذ بالله يعني. والعياذ بالله ايه؟ سجن يعني، ربنا يعافيك. طيب نظام يحدث فيه تبادل للطاقه والماده. الاثنين صح. الاثنين صح. ده اسمه ايه يا مستر؟ قال لي ده اسمه النظام المفتوح. اللي بعده بسم الله. نظام يحدث فيه تبادل للطاقة دون المادة. يعني واحدة صح والثانية غلط. ده اسمه نظام ايه يا استاذة؟ نظام مغلق. قصدي بايه النظام المغلق ده؟ قصدي ان هو كوباية شاي متغطية، فانت لو حطيت ايدك تتلسع. طب لو المادة تطلع، ايه المادة دي؟ بخار الماء. البخار يا جماعه بتاع الشاي اسمه بخار ماء. هي ميه بس بيطلع في صوره بخار ميه، تمام؟ هي شاي بس بيطلع في صوره بخار ميه. اكيد انت مش هتشم البخار ده هتلاقي فيه ريحه شاي، ولا بتلاقي؟ عموما يعني ان البخار اللي طالع دوت بخار ماء بس، مفيش حاجه اسمها بخار شاي، تمام؟ طيب يبقى دي حضرتك اسمه نظام ايه؟ مغلق. طيب نظام لا يحدث فيه ولا ماده ولا طاقه، يبقى دي حضرتك ايه؟ اسمه نظام معزول. قول لي مثال عليه. ترمس او القدر الكاتم، كده ايه احنا جايين له. مقياس لمتوسط طاقه حركه الجسيمات، دي حاجه اسمها درجه
الحراره. اللي بعده نرجع تاني نقول رقم 21 مجموع طاقتي الوضع والحركه لجسيمات النظام. قلت لك السنه اللي فاتت كان اسمها الطاقه الميكانيكيه امال دلوقتي يا مستر اسمها الطاقه ايه؟ اسمها الطاقه الداخليه. اسمها الطاقه الايه؟ الداخليه. طاقه داخليه. طيب كميه الحراره اللازمه لرفع درجه حراره 1 كيلو جرام من اي ماده بمقدار 1 سي. لا علمني كده، هي ايه السي دي يا استاذ؟ قال لي السي دي اسمها سيليزيوس، اللي انا قصدي بيها 1 درجه مئويه. 1 درجه مئويه. طيب في درجات او في مقاييس ثانيه، بس يعني انت لسه كتكوت صغير اولى ثانوي هم اللي بياخدوا المقاييس دي. يعني عندك مثلا زي مقياس الكلفن مثلا، وكانوا بياخدوا السنه اللي فاتت مقياس اسمه الفهرنهايت. طيب ايه مصر الحاجات دي؟ ما صعبه؟ لا مش صعبه خالص، بس يعني مش عليك فاحنا مش هنخوض فيها. فعموما اللي عليك مقياس السيليزيوس اللي هو اسمه ايه؟ درجه مئويه. 1 درجه مئويه او 2 درجه مئويه وهكذا. ايوه بقى ايه هو الاجابه يعني؟ قال لي دي حاجه اسمها الحراره النوعيه. وقلت لك خليك فاكر حراره نوعيه علاقه عكسيه. يعني ايه؟ يعني اللي يسخن اسرع اللي يتغير اسرع يبقى حرارته النوعيه اقل. زي الزيت، الزيت سخن اسرع ليه؟ عشان حرارته النوعيه في الارض قليله. لكن الميه براحتها ببطء بالراحه ليه؟ سخنت بالراحه عشان حرارتها النوعيه كبيره. فدي علاقه اسمها علاقه ايه يا استاذه؟ علاقه عكسيه. طيب نظام التبريد ده اسمه الرادياتير. الرادياتير. طيب اللي بعده. طيب الطاقه التي تنتقل من نظام الى نظام اخر بسبب اختلاف درجتي حرارتهما دي حاجه اسمها الحراره. ممكن نقول بين قوسين كميه الحراره. طيب الحاله التي يصل اليها النظامين مختلفين في درجه حراره بعد تلامسهما حاجه اسمها اتزان ديناميكي، او بسميها يا مستر اتزان كده بين قوسين حراري. دي عليك وعلى اولى ثانوي كمان. عليك وعلى اولى ثانوي كمان. طيب انتقال الطاقه الحراريه خلال الاجسام الصلبه دون انتقال جسيماتها من موضعها. بص يا باشا عشان هنا هيبقى في لخبطه بين السؤال ده والسؤال اللي بعده. في حاجه اسمها التوصيل وحاجه اسمها التوصيليه. طب ده اسمه ايه؟ ده التوصيل بين جسيمات الاجسام الصلبه اسمه التوصيل. كنا قلنا يا جماعه ان انا عندي 3 طرق لانتقال الحراره، منها التوصيل، منها الحمل، منها الاشعاع. انا قصدي هنا ده التوصيل. تمام اللي بعده اهي اهو يا جماعه لسه كنا بنتكلم. مقياس لمدى قابليه المواد لتوصيل الحراره دي حاجه اسمها التوصيليه الحراريه. يلا بينا بسم الله. 28 بيقول لي انتقال الطاقه الحراريه في المواقع مع ايه؟ في المواقع دي مش موانع دي مواقع مع حركه جسيماتها دي يا دكتور حاجه اسمها الحمل. طب لو قال لي طيارات يبقى طيارات الحمل. تمام. خليك فاكر ان اللي بيسخن تحت عندي في قعر الحل، في قاع الحل او في قاع القدر او في قاع الاناء. لما يسخن درجه حرارته بتزيد كثافته تقل يطلع فوق. والله اللي يسخن درجه حرارته تزيد كثافته تقل يطلع فوق. طب ما تيجي نسيب درجه حراره، ما كده اللي يسخن انا عارف ان هو حرارته هتزيد، فاللي يسخن كثافته تقل يطلع فوق. والله مش هو فكرني كده، هي ليه الخشب بيطفو فوق سطح الميه؟ عشان الخشب كثافته قليله، وكذلك اللي يطفو فوق اللي يطلع لفوق كثافته قليله. زي مين؟ زي الهيليوم. ما هو انت ليه بتنفخ بلالين الهيليوم بلالين بالهيليوم؟ عشان تطلع فوق تبقى لازقه في السقف كده ما تنزلش. لكن جرب كده تنفخها ببقك تطير، ما بتطيرش، مش هتطير. طيب حركه الهواء البارد من البحر نهارا باتجاه اليابس. فاكر لما قلت لك هناك في الفيديو الثاني ان في ناس يا جماعه بتروح البحر مش عشان تنزل في البحر، دول ناس مزاجنجيه بيروحوا يقعدوا قدام البحر رجليهم تبقى لامسه الميه بس مش هنزل الميه. انا قاعد قدام البحر وقاعد كده وشه للبحر وقاعد شعره عمال بيرجع لورا ليه؟ في هواء، في حاجه اسمها نسيم البحر. طبعا دول ناس مالناش دعوه بيهم. انا شفت بحر قدامي وحضرتك يعني اكيد والله مش عارف، ما اعرفش يعني. لو انت بتعمل كده قول لنا، يعني لو انت بتعمل كده قول في الكومنتات. فدي كده اسمها نسيم البحر. اللي بعده. طيب السؤال ده يا جماعه مهم جدا. موجات تنتشر في الفراغ في جميع الاتجاهات بسرعه 300,000 كيلومتر لكل سكند او ثانيه. يعني انت قلت 300,000 كيلومتر جاي على السكند، ثانيه تقولها سكند، ما علينا. المهم يعني ان دي حاجه اسمها موجات الكهرومغناطيسيه.
مغناطيسيه. وخليك فاكر يا استاذه، خليك فاكر يا صاحبي، ان الموجات الكهرومغناطيسيه دي كان ليها نوعين. موجات بشوفها زي ايه؟ زي الضوء، وموجات ما بشوفهاش زي الاشعه تحت الحمراء. تمام؟ خليك فاكرها الحته دي. انتقال الاشعه تحت الحمراء من اسطح الاجسام الساخنه دون الحاجه الى جسيمات ماده. يعني انا عندي جسم صلب ومش محتاج جسيمات ماده علشان اتلسع منه. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني الشمس والارض. ايوه يعني ايه برضو؟ بص، انا عندي 3 حاجات. ايه هما؟ توصيل، حمل، اشعاع. التوصيل كان لازما ماده صلبه، لازما وسط صلب. طب الحمل وسط سائل او غاز، كان اسمها المواقع، خليك فاكر. لكن اللي مش محتاج ولا ده ولا ده اكيد الثالث اللي هو اسمه ايه يا مستر؟ الاشعاع. طب قول لي مثال الاشعاع دوت زي اشعاع الشمس. طيب، تقنيه تستخدم كاميرا تعمل على استشعار الاشعه. دي كانت تقنيه اسمها الثيرموجراف. حبيبي تمام، يلا بينا نكمل. بسم الله. يلا بينا نخش بقى على اسئله اكمل كده. صلي بينا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولا نبدا. بسم الله. بيقول الماده في النظام قد تكون ايه او ايه او ايه. قال لي الماده دي في النظام قد تكون اما صلبه او سائله او كمان غازيه. فاكر لما قلت لك الاندومي في الكيس، اندومي من غير ميه، دي ماده صلبه، وحطيت عليه ميه فتبقى كده ماده صلبه وماده سائله. التلج والميه يعني قبل ما تسيح كده بالراحه فكان في صلب وسائل، وهكذا يا جماعه. تمام. تصنف الانظمه تبعا لقابليتها لتبادل الطاقه والماده مع الوصف المحيط الى انظمه او نظام مفتوح، ونظام مغلق، ونظام معزول. طيب، يحدث تبادل للطاقه في كل من النظامين. اللي هو كان فيه صح واحده، لا انا عايز صحين. مين اللي ما كانش ليه صح اصلا؟ المعزول. ما تكتبوش والله. والله تعالى كده بس. انا عايز الطاقه بيحصل لها تبادل فين؟ قال لي اول حاجه طبعا اكيد المفتوح، لان الاثنين كانوا صح. طب اللي بعد كده قال لي اكيد هيبقى النظام المغلق. طب يا مستر المعزول، يلا هو المعزول ده كان بيحصل له اصلا حاجه؟ هو كان بيبدل طاقه او حراره ولا ده ولا ده؟ طيب، لا يحدث تبادل للماده في كل من النظامين. طبعا اكيد المعزول. دي اول حاجه طبعا تيجي في دماغك. انا معزول، انا مش هخرج ولا ماده ولا حراره او ولا طاقه. لكن اللي جاي اسال نفسك، المفتوح بيبدل؟ يبدل. يبقى خلاص انا مش عايز مفتوح، انا عايز ايه؟ مغلق. فخليك فاكر ان المغلق واخد من الاثنين. يعني واخد جزء من هنا، واخد ميزه من هنا مع ميزه من هنا، او واخد عيب من هنا مع عيب من هنا. ايا يكن. فالمغلق يبدل طاقه، لكن الماده ما يبدلهاش. زيه في الطاقه زي مين؟ زي حضرتك المفتوح. وزيه اللي هو ما بيبدلش ماده زي مين؟ زي المعزول. فده كده تحس ان هو ايه؟ بيربط بين الاثنين. وده برضو سؤال جميل جدا. الطاقه الداخليه للنظام هي مجموع طاقتين لسه قايلينها يا جماعه فوق: الوضع والحركه. طيب، طاقه حركه جسيمات المواد تكون اكبر ما يمكن لانها تتحرك. حركه جسيمات المواد، كان عندنا يا جماعه كل المواد جسيماتها تتحرك سواء صلبه او سائله او غازيه، حتى لو هم كانوا واقفين في مكانهم. يعني الماده الصلبه يا جماعه القلم دوت جسيماته بتتحرك، بس الحركه بتاعتها حركه كبيره ومتوسطه ولا ضئيله نسبيا؟ هي ضئيله جدا، يعني تتحرك حركه اهتزازيه. فحضرتك بيقول لك طاقه حركه جسيمات المواد تكون اكبر ما يمكن. اكيد مش الماده الصلبه، واكيد مش المتوسطه اللي هي السائله. يبقى دي ماده ايه؟ ماده غازيه. تكون اكبر ما يمكن لانها تتحرك بايه؟ بحريه تامه. طيب، اللي بعده بيقول لي اكمل. برضو احنا هنكتر في اكمل، يعني اكمل ده مهم جدا يا جماعه، والله العظيم مهم جدا. يمكن اهم سؤال لو عاوز نفسك تبقى شاطر في اي ماده لازم تحل سؤال اكمل. سؤال اكمل ده تحل اختر، تحل صح وغلط، تحل اكمل او اكمل اصلا، تحل اكتب المصطلح، تحل علل يا مستر، تحل علل وهتشوف. طيب، عند اكتساب الماده كميه من الطاقه الحراريه اكيد يا مستر النقط دي انا عايز اعرف هي ايه اللي يحصل لمتوسط طاقه حركه الجسيمات. والله العظيم ما قدامها، بس انا عايز اعرف تزداد ولا تقل. فلما اكتساب يبقى تزداد طاقه الحركه جسيماتها، وبالتالي ترتفع. بص اهو، ترتفع درجه الحراره. اللي بعد طاقه وضع الماده تكون ايه؟ اكبر ما يمكن. طاقه الوضع دي قلت لك ان هي مرتبطه بقوى التجاذب.
مين الماده اللي قوه التجاذب بتاعتها كبيره جدا؟ الماده الصلبه، عشان هي اصلا ليها شكل ثابت وحجم محدد. فاذا تاخد وضع الماده الصلبه. بينما المواد تكون شبه منعدمه. يعني ايه شبه منعدمه؟ يعني مش موجوده ولا كانها مش موجوده. اكيد دي ماده ايه يا دكتور غازي؟ طب يلا يا ابني، مين المتوسط؟ خلاص انت عرفت اهو، سائل. هي ولا دي ولا معدول ولا معدول. اللي بعده اكتساب الجسم لطاقه حراريه نقط درجه حرارته ترتفع. ما احنا حلناها فوق يا اسطى. ايه ده؟ احنا بنعيد الاسئله. بينما فقدان الجسم دي فكره بقى جديده لطاقه حراريه، معنى كده ان هي تنخفض. قلت لك يا صاحبي حضرتك لما بتسخن انت كده بتكسبه حراره، لكن لما تبرد انت كده ايه؟ بتفقده حراره. مش انت اللي بتفقد، مش قصدي انت كده بتفقد، لا بص لا اهو سخن انت كده بتكسبه، برد انت كده ايه؟ بتفقده حراره. اللي بعده طيب، يتوقف مقدار التغير في درجه حراره اي جسم على اول حاجه يا استاذ كتله الماده ونوع الماده، وحاجه مصر اسمها الحاله الفيزيائيه. طيب يلا بينا يا استاذ نكمل بقيه الحلقه. يقول لي ان الضغط الجوي المعتاد تكون درجه انصهار الثلج. ايوه ضغط جو معتاد يعني حاله طبيعيه جدا 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 ما فيهاش اي حاجه. عايز ايه يعني يا عم؟ قال لي درجه الانصهار بكام؟ صفر. يا مستر مش يا ابني ما قلت لك الصفر دوت حاجز بين الاثنين، بين السائل وبين الصلب. فلو انت جاي من سائل هتبقى محتاج ايه؟ تجمد، يبقى اجمد عند الصفر. تبدا تجميد عند الصفر. طب تعالى كده، لو انا جاي من الصلب يعني من الثلج تسخن، تبدا الانصهار عند الصفر. طيب جميل. اللي بعده بينما درجه غليان الماء 100 برضه. اللي بعده 100 اكتبها ازاي؟ لا نكتبها بالانجلش بقى. يلا. درجه الحراره التي يبدا عندها تحول الثلج الى ماء تسمى الانصهار. درجه الانصهار. حاسس ان انتم مش شايفين شويه، فممكن مثلا ايه نضحي بتاع دوت. ايوه يلا. طيب بينما درجه الحراره التي يبدا عندها تحول الماء في كل اجزائه الى بخار. ايوه يا لهوي، في ايه؟ تعالى بس انا قريت كلمه كده حلو، في كل الاجزاء. ايه ده؟ تفرق؟ لو قال لي السطح السائل قصدي تبخر، لكن لو قال لي كل السائل جميع اجزاء السائل يبقى دي حاجه اسمها عمليه الغليان، تسمى درجه الغليان. عند درجه الانصهار تضعف ايه؟ تضعف قوه التماسك او قوه التجاذب. قوه التجاذب بين جزيئات الماده، فتزداد طاقه حركتها او تزداد المسافات البينيه. المسافات البينيه بينها. واكيد تمام ان درجه الانصهار تمام. لا احنا درجه الانصهار طبعا انت بتسخن فانت بتزود طاقه الحركه، فالكلام ده كله بيحصل ليه؟ بسبب زياده في طاقه الحركه. بعلي هنشوف ان شاء الله قدام. طيب من العوامل المؤثره على درجتي الانصهار والغليان اول حاجه اسمه ايه؟ الضغط الجوي. مستر ممكن نقول الارتفاع، صح يا حبيبي؟ ما الارتفاع ده بطريقه غير مباشره بيأثر على درجه الحراره او درجه الغليان. بمعنى ايه؟ ما انا لما ارتفع الضغط الجوي بيتغير اللي هو بيقل يعني، فدرجه الغليان تقل. فبص مين اللي اتغير اول حاجه؟ الارتفاع. فالارتفاع كمان بيأثر بس بطريقه طبعا غير مباشره. طيب وايه كمان؟ قال لي ونقاء الماده. انا عايز اراجع الكلام ده يا جماعه، معلش يعني معلش عند حضرتك كده في مسائل قدام فقشطه ما تقلقش، احنا مظبطين لك الدنيا قوي في المراجعه دي. طيب بالنسبه للنقاء، انا جبت ميه نقيه درجه غليانها بكام؟ ب 100. درجه انصهار او درجه تجمدها بكام؟ بصفر. لكن لو حطيت لها ملح الكبير يكبر اكتر والصغير يصغر اكتر، يبقى الكبير اللي هو درجه الغليان ابو 100 يبقى اكتر من 100، 100 ونص اللي بعدها على طول. طيب الصغير يصغر اكتر، بدل ما كان صفر يبقى كام؟ يبقى حضرتك سالب 1.86 من 100. اللي بعده سالب 1.86 من 100. عند انخفاض الضغط الجوي ايه اللي يحصل لدرجه الغليان؟ قال لي تقل درجه الغليان. طيب وتزداد درجه تجمدها. دي عكس دي على طول. اللي بعده طيب احنا محتاجين بقى عند اذابه 342 من الجلوكوز في 1 لتر من الماء تصبح درجتي غليان الماء وتجمد المحلول هنا تبقى كام؟ 100. بس مش كده بس يا جماعه، دي بقت فيها جلوكوز 100 ونص.
ودرجه الغليان لا ثانيه درجه الغليان بالترتيب يا جماعه، ركز على الترتيب الله يرضى عليك الكلام ده مهم، ترتيب مهم. درجه الغليان الاول تبقى اكتبها هنا الاول، درجه التجمد تبقى سالب 1.86%. عند نقطه الانصهار تكون الماده في الحالتين يا جماعه التلج لما يجي ينصهر هل بيتحول كله لسائل مره واحده؟ اكيد لا يا مستر، ما بيحصلش. ايه اللي بيحصل يا ابني؟ يبقى في كده ميه وعايم جواها تلج، ميه دي اللي هي حاله سائل، التلج ده اللي هو حاله ايه؟ صلب. يبقى خلاص الاثنين اللي هي الصلبه والسائل حرام عليكم. طيب اللي بعده اجمل فقدان الطاقه الحراريه يكون مصاحب لعمليتين. تعالى يا عم نراجع الحته دي مهمه جدا. كان عندي يا جماعه حاله صلبه سائله، حاله كمان اسمها حاله غازيه. من هنا لهنا كان اسمها عمليه شاطر جدع انصهار، من هنا لهنا كان اسمها عمليه غليان طبعا او تبخر، بس يعني لو قل درجه حراره معينه اللي هي ب 100 يبقى خلاص ده تبخر، مش يعني تمام. طيب وانا راجع كان غليان يبقى عكسها تكثف، يبقى السائل عكسه تجمد او الانصهار عكسه تجمد. اول حاجه يا جماعه حفظناها دلوقتي الانصهار عكس التجمد والغليان عكسه تكثف. هو انا ماشي كده اهو سامي كده يعني من صلب لسائل، من سائل لغاز، يعني عمليتين ايه هما؟ انصهار وغليان. كنا محتاجين ايه؟ نسخن. كلمه تسخن دي يعني افقد ولا اكتسب حراره؟ سخن يعني اكتسب حراره، هو اللي هيكتسب. تمام حلو. طب انا بيقول لي فقدان يبقى خلاص بقى يبقى تكثف وايه وتجمد. تعالى بس كده نجيب دي، ايوه يلا بينا كده. يبقى هنا فقدان يبقى عمليه التكثف وعمليه التجمد. انا حاسس كده اللي انت خلاص بقى كفايه احمر يا جماعه في الالوان وفي الكلام ده كله، كمان في الاضاءه اللايت اللي ورا دي، الاضاءه اللايت فاهم يعني حلو، تعليم اجنبي. تعالى كده اكتساب خلاص يا مستر، يبقى الانصهار والغليان. برافو عليك يا عم. اللي بعده يلا بسم الله. عمليه التبخر مش ده غليان او تبخر عكسه ايه؟ تكثف. بينما عمليه التسامي عكسها يلا هتقول لي يا اسطى هي مش موجوده اصلا، والله في ناس تقول لك التسامي ده اللي هو انصهار مستر يبقى عكسه تجمد. هل انت مجنون؟ بقول لك تسامي، لا ركز كده. هو ايه التسامي ده يا صاحبي؟ قال لي التسامي ده كان تحول من الحاله الصلبه سائله، لا صلبه الغازيه على طول قلناها فوق، لكن عكسها يبقى عمليه تساقط بالظبط كده يعني. طيب اللي بعده فقدان جزيئات بخار الماء في الهواء الطاقه الحراريه يؤدي الى تكثفه في صوره اما ندى او ضباب او مطره. تمام يا جماعه، يبقى قلنا يؤدي الى تكثفه الى ندى او ضباب او مطره، اللي هو يعني بين قوسين السحب يا جماعه بتبقى بتكون المطر او بتمطر مطر. تحدث عمليه ايه لجزيئات سطح السائل فقط. اول ما تشوف سطح السائل بس خلاص يبقى دي عمليه التبخر، لكن عكسها على طول جميع اجزاء السائل يبقى عمليه الغليان. جميل. اللي بعده عند درجه الغليان تتغلب جزيئات الماده، ايوه غليان يبقى سائله، انا بغلي وانا سائل، على قوى الايه؟ التجاذب او التماسك او الترابط. اللي بعده عمليه التبخر تستغرق فتره زمنيه ايوه طويله او كبيره، طويله جدا او طويله نسبيا، هي طويله نسبيا، بينما عمليه الغليان تظهر فتره زمنيه ايه؟ قصيره نسبيا. اللي بعده يزداد معدل التبخر بزياده، بص بقى حاجه من ثلاثه، قول لي حاجه من ثلاثه، يا تقول لي درجه حراره، يا تقول لي حاجه اسمها تيارات هوائيه، يا تقول لي مساحه السطح. دول كانوا العلاقات الطرديه بزياده ونقص حاجه واحده اسمها الرطوبه. حتى احنا في الفيديو اللي فات كنا كاتبينهم ثلاثه تحت بعض وواحده هناك عكسها بلون مختلف علشان تعرف ان الثلاثه دول مع بعض لو زادت التبخر يزيد، لكن هناك ايوه الرطوبه لو زادت ايه اللي يحصل للتبخر؟ يقل. تمام. يبقى تعالى كده يزيد معدل التبخر بزياده ايه يا عم؟ خليها درجه الحراره ما تتفزلكش. ونقص ايه؟ الرطوبه. القهوه العاديه ايه؟ بطيئه الذوبان في الماء، بطيئه الذوبان في الماء، بينما القهوه الفوريه بص اسمها فوريه اكيد عشان ايه؟ سريعه الذوبان في الماء، اكيد مش هيسموها فوريه وهي بطيئه يعني. اللي بعده تنتقل الطاقه الحراريه من النظام ايه في درجه الحراره الى النظام نقط، من النظام الاعلى الى النظام الاقل. بالبلدي يعني يا استاذ الكبير بيصب على الصغير.
يعني ايه؟ يعني عمليه اسمها انتشار. فاكر الانتشار؟ ان من الوسط الاعلى في التركيز الى الوسط الاقل في التركيز، الرايح بس. تمام؟ تنتقل الحراره بثلاثه طرق مختلفه. هي ايه؟ اول حاجه يا جماعه هي الحمل والتوصيل والاشعاع. سامعك كده اللي تقول لي ايه؟ لا انا بحب اقول التوصيل الاول. طب ما انا هنعمل ايه؟ يعني هو جاب لك في التوصيل في النص، ما هنحلش السؤال. حمل واشعاع اللي بعده. تنتقل الحراره من نقطه الى اخرى في الاجسام الصلبه عن طريق التوصيل. طيب نفس الماده يا جماعه، نفس القلم، سخنته هنا اهوت الاقيه اتلسعت هنا اهو. بس ده مستوى القلم ايه؟ قلم بلاستيك، ولا بلاستيك بيوصل الحراره؟ بيوصل. التوصيليه بتاعته ضعيفه او عازل للحراره. بس انت عايزها مثلا قلم حديد مثلا، قلم بلاستيك ولا قلم بيسيليكون مش عارف والله. المهم يعني تعالى قلم حديد يا عم، سخن من هنا بولاعه او بشمعه. ايه اللي يحصل؟ ان الطاقه تنتقل من هنا لهنا هنا، ايوه هنا اهو، توصل لي هنا اهوت فتلسع هنا اهوت. اللي بعده من المواد جيده التوصيل للحراره او لسه هنا الحديد، وطبعا الفلزات بشكل عام جدا. طب يا جماعه كان في كده اسمها ايه؟ التوصيليه الحراريه. كان عندي ثلاث حاجات الماس وفضه ونحاس. ما تفكرني كده يا اسطى، هو كان مين اكبر حاجه في التوصيل؟ الماس، بعده الفضه. طيب هو لو قال لي رتب بقى ترتيب تنازلي، تقول لي الماس فضه نحاس، من الكبير للصغير، من الاكبر بق السمكه هناك يبقى ده الكبير. طيب لو قال لي بقى ترتيب تصاعدي، خدت الصدمه. انا خدت الصدمه. تنازلي يا مستر يعني ايه؟ يعني قصدي التصاعدي يعني من الصغير للكبير. فيعني معلش حقك عليا، احفظ دايما ان الماس اكبر من الفضه اكبر من النحاس. بعد كده في دماغك بقى لو عايز تصاعدي اعكس، نحاس فضه الماس، خليها قدامك كده شويه عشان تفتكر. بينما من المواد العازله يا عم ممكن نحط مثلا الخشب. اللي بعده تصنع مقابل اواني الطهي من اما الخشب او البلاستيك، بينما تصنع الاواني نفسها من الالومنيوم او من المعادن. طبعا اهم حاجه بتصنع منها المواد الاواني الطهي اسمها الستانلس ستيل. طيب باشا في سؤال سأل لي في السنتر ده سؤال جميل جدا. قال له والله يا مستر يعني انا لو جيت ولعت في الخشب ما انا هتلسع، يعني هو لو بيولع هناك فانا لو احط ايدي هتلسع. مين اللي يشوف الناس ده يا جماعه؟ الناس اللي بتبقى مثلا موجوده في الارياف، حبايبنا بتوع المنوفيه طبعا ودلتا بقى عموما يعني. تمام؟ لو حد يعني بيتفرج علينا من هناك ينزل بقى يقول لنا يا جماعه النبي كده وانتوا احسن ناس. يعني انا ذات نفسي انا منوفي بس انا عايش في القاهره. تمام؟ انا بعتز بده جدا. المهم يا عم انت عايز ايه؟ قال لي يا اسطى ما الخشب بيولع. في ناس بتبقى جايبه حاطه كده منقد، الناس بتوع القاهره مش هتعرف الكلام دوت. منقد يا جماعه يعني عباره عن حله كده، تخيل معايا ان هي حله، وبيجيبوا بقى حطب خشب ويولعوا. ايوه طب بس انا لو جيت لمست الخشبايه او جذع الشجره ما انا هتلزع. ايوه يا اسطى عشان الخشب بيولع. انا مش قصدي كده، الدرس مش بيقول لك اعمل كده، امال بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا عمي هات لي حته حديده سخنه جدا والزقها في الخشبايه، بس ما تسخنهاش. خشب مش هينقل حراره، ماده عازله، ايدك مش هيحصل لها حاجه، ايدك الناحيه الثانيه. طيب اللي بعده الفضه اهو الفضه يسبقها الايه؟ الالماس. في ناس يا جماعه بتتلخبط من كلمه يسبقها. لو انا واقف هنا يسبقها دي يعني الاعلى مني، يعني اللي قبلي على طول. مين اللي قبلها؟ الالماس. ومين اللي بعدها؟ النحاس. في التوصيليه الحراريه. طب اللي بعده توضع الواح نقط بين قوالب البولي استرين بين قوالب الطوب لتجنب التغيرات السريعه في درجات الايه؟ الحراره. اللي بعده طب يا جماعه يلا بينا بسم الله. تنتقل الحراره بالتوصيل نتيجه ايه؟ قال لي يا استاذ نتيجه تصادم جسيمات الماده. سمعك اللي بتقول حركه جسيمات الماده. لا يا باشا، هو التوصيل كان بيبقى مواد ايه؟ صلبه، والمواد الصلبه جزيئاتها مش بتتحرك حركه انتقاليه او حركه قصدي حركه حره، يعني حره نسبيا او حره تامه. هو بتعمل ايه مثلا؟ ده يتهز ينقل اللي بعده، ده يتهز ينقل اللي بعده، كده الحراره بتنتقل عن طريق التوصيل. يعني مثلا لو سخنت هنا الحراره تتنقل لي هناك ازاي يعني؟ هل الجسيم اللي هنا اللي ساخن دوت راح من هنا لهناك؟ ما حصلش. ما انا عايز يا مستر ايه اللي حصل؟ قال لي ده اتهز، هز اللي جنبه، هز اللي جنبه، هز اللي جنبه، وكل ما الحركه طاقه الحركه او كل ما الجسيم طاقه حركته بتزيد ايه اللي بيحصل؟
درجه الحراره بتاعته كمان هي كمان بتزيد. بينما تنتقل بالحمل ايوه نتيجه ايه؟ ايوه هنا بقى حركه. ركز يا جماعه على السؤال ده، السؤال ده مهم. تنتقل حراره الحديد، الحراره في الحديد عن طريق حديد ده صلبه يبقى توصيل. بينما تنتقل في الماء عن طريق الماء ده من المواقع، يبقى ايه يا مستر؟ خلاص يبقى ده حاجه اسمها الحمل. الماء الساخن كثافته اقل، بينما الماء البارد كثافته اعلى. حلو. فاللي يسخن كثافته تقل يطلع فوق، والنبي بالله عليك النبي اخر مره قولها تاني، اللي يسخن كثافته تقل يطلع فوق. طيب اللي بعده، يحدث نسيم البحر نتيجه حركه الهواء الساخن من اليابس، ويحل محله الهواء البارد من الايه؟ من البحر. يعني يا جماعه الهواء اللي بيبقى عند اليابس بيبقى سخن، واللي يسخن كثافته تقل يطلع فوق. ايوه يعني هتفضل كده بقى من عند اليابس دي الهواء وانت واقف كده ما بتتنفسش تتخنق؟ لا، ما في هواء بيجي لك من البحر يا باشا عشان تتنفس عشان تنتعش، يبقى اسمه نسيم الايه؟ نسيم البحر. طيب تعتمد فكره نسيم البحر على انتقال الحراره بطريقه ايوه الحمل. ليه؟ اصل الهواء ده ماده ايه؟ مائعه، ماده من المواقع، ووسط مادي فما تقوليش اشعاع، وطبعا مش ماده صلبه فما تقوليش توصيل، يبقى خلاص ناقصنا ايه؟ الحمل. بينما يعتمد تبريد الاجهزه الالكترونيه على انتقال الحراره بطريقه ايه؟ التوصيل. فاكر يا باشا الفضه بتتحط كده عشان تشفط الحراره، تمام؟ يعني الفضه توصيليتها الكهربائيه او توصيليتها الحراريه ايه؟ عاليه. تنتقل الحراره في الغازات عن طريق ايوه حاجتين، اما الحمل او الاشعاع. لا تعالى بقى ركز معايا كده في وسط مادي هواء، الهواء يبقى 2 حمل واشعاع. طيب لو مفيش وسط مادي زي الفضاء، اشعاع بس. طب يا مستر انا دلوقتي فاكر المنقد؟ قلت لك المنقد اللي بيتحط ده عشان نتدفى في الشتاء، تلاقي كده او حتى في القاهره دلوقتي يا جماعه والله يبقى يجيبوا صفايح كده، صفيحه جبنه كده مش ما فيهاش، ويحطوا فيها شجر ويولعوا في الايه؟ في الشتاء. وانت بعيد، وانت لازم تلمس عشان لا، وانت بعيد كده اهي دي كده حركه التدفئه دي عباره عن حمل واشعاع مع بعض. تمام. حراره الشمس تصل الينا عن طريق ايوه الاشعاع، بينما حراره المدفأه تصل الينا عن طريق بص بيديك حاجتين يبقى اما عن طريق الحمل او عن طريق الاشعاع. ولا اوعى تقول لي ماده اوعى تقول لي تلامس، هي مش ماده صلبه، انا حواليا ايه؟ هواء. اللي بعده كاميرا ايه يمكنها استشعار الاشعه تحت الحمراء؟ يبقى كاميرا الثيرمو جراف، او ممكن اقول لك كاميرا الرؤيه الليليه اللي الناس بتستعملها عشان تشوف الحاجات من ورا الشجر، من ورا البيوت كمان على فكره، يعني عادي. يمكنها استشعار الاشعاع تحت او الاشعه تحت الحمراء الصادره من الاجسام وتحويلها الى صوره ملونه. فين علل بقى؟ انا زهقت من اكل. والله انا جايب اكل كتير. المواد نقط قابله للانسياب والانضغاط. يعني ايه يا باشا قابله للانسياب والانضغاط؟ كلمه قابله للانسياب والانضغاط يا استاذ يعني مواقع. المواقع ده فيها السائله وفيها الغازيه. طب هي الماده السائله دي اصلا كانت بتنضغط؟ لا، ده تفكر في ايه؟ دي ماده غازيه. حاسك زهقت من اللون دوت، فممكن مثلا نجيب اللون الاحمر تاني. مش هجيب اسود طبعا عشان الكلام اسود. بينما المواد قابله للانسياب وغير قابله للانضغاط يبقى دي ماده سائله. طيب راجع كده انسياب، انضغاط، غازيه، ماشي قشطه. الانتشار خلال يكون سريع جدا، والله مش هعمل حاجه، المواد الغازيه. بينما الانتشار خلال يكون بطيء جدا. لا صلبه. لا السائله دي كانت ايه؟ متوسطه. اللي بعد تتوقف سرعه انتشار جزيئات الماده على ايوه درجه حراره وسط الانتشار وكتله الجزيئات. لما قلت لك بصراحه كده انا مش عارف ولا لا، عرفت في حاجه كده ايه جديده عشان مش هتنمر عليك، يعني انا اي حد بيتفرج علينا. المهم يعني انا والبيج رامي، عارف البيج رامي؟ مش عارفه؟ خش ابحث عن البيج رامي. بيج رامي ده حته كده ما شاء الله، حته تقيله في البلد، وانا حته خفيفه في البلد. المهم يعني انا بكلي على بعضه ما شاء الله، هو ما شاء الله انا عليه ما يجيش دراعه، ما يجيش عارفين رجلي من رجليه عموما يعني ما شاء الله يعني. فالمهم يعني يا باشا حضرتك عايز ايه؟ انا هو لو دخلنا سباق مين يغلب؟ انا طبعا. ومن غير ما يا جماعه لو حد يعرف البيج رامي يقول له احنا عايزين نعمل سباق معاه ونشوف
ونصوره ونشوف مين اللي هيغلب. بس تتوقع بنسبه 99% مين اللي هيغلب؟ انا طبعا. وبعدين انا سريع كمان، ما بالك بقى. طيب ودرجه حراره الانتشار ده بتعتمد يا جماعه، انا لو جبت مثلا سكر وحطيته في ميه ساقعه وفي ميه سخنه وسبتهم ما قلبتهمش، الانتشار يحصل فين؟ هنا اسرع، في الماده السخنه اسرع. طب على حاجه من المنهج يا مستر، برمنجانات البوتاسيوم يا جماعه، برمنجانات البوتاسيوم لما احطها في ماده ساقعه وفي ماده سخنه الانتشار يبقى اسرع فين؟ في الماده السخنه. طيب نجحت نظريه ايه في تفسير الكثير من سلوك الماده اللي اسمها نظريه الجسيمات من سلوك الماده وخواصها. اللي بعده جسيمات الماده الواحده ايوه متشابهه ولكنها تختلف من ماده الى اخرى، تختلف. جسيمات الماده لها طاقه بسبب الحركه، حركه يبقى طاقه حركيه، ولها طاقه ايه؟ وضع، اكيد بسبب قوى التجاذب. المسافات البينيه بين جزيئات الحديد صغيره جدا، بينما المسافات البينيه بين جزيئات الهيدروجين، الهيدروجين ده مين يا اسطى؟ فكرني كده، ده غاز، يبقى ايه؟ كبيره جدا. قوة التجاذب بين الجسيمات تكون أكبر ما يمكن في المواد، قوة التجاذب أكبر ما يمكن يعني كبيرة جدا، يبقى فين؟ في المادة الصلبة. بينما تكاد تكون منعدمة في المادة الإيه؟ الغازية. أمال لو قال لي متوسط، مين يا اسطى المتوسط ده؟ سائلة. حلو. يا جدعان فين علل بقى يا جدعان؟ وصلنا، قربنا نخلص يا. طيب اكتشف العالم نقط الحركة العشوائية للدقائق المعلقة في المواقع. اكتشف العالم براون أو روبرت براون، واتسمت الحركة دي، عرفت باسم الحركة البراونية. البراونية. تتكون الحركة البراونية هنا الواو قبل يا ولد اللعيبة. البراونية. تتكون الحركة البراونية نتيجة تصادم بين والله جزيئات المادة وجزيئات المائع. بتسمى جزيئات المادة الكبيرة نسبيا، الكبيرة نسبيا. طيب عند مرور الغازات خلال مجال كهربي عالي تتحول ذراتها إلى أيونات موجبة. سامعك يلا تقول لي أيونات سالبة، غلط يا جماعة. ركز كده. وإلكترونات سالبة. اللي بعده معظم المادة في الفضاء الخارجي توجد في الحالة الرابعة أو حالة البلازما. كما فيها أستاذ كما مثلا في الشمس أو السدم اللي هو السديم أو النجوم. النجوم شمس مصر بقى، يلا عايزين نخلص. أو كمان يا جماعة في البرق، أو كمان يا جماعة في الشفق القطبي اللي هو اسمه إيه؟ بين قوسين الأورورا. تمام. في أنظمة التكييف تعمل أيونات الغاز المشحون مستحوذة إيه؟ مشحونة على إيه؟ على تفكيك جزيئات ملوثات الهواء الضارة مما يجعل الهواء أكثر نقاء. طيب حضرتك دلوقتي احنا خلصنا. أكمل صح وغلط، أكمل صح وغلط إيه؟ أكمل واكتب المصطلح. ويعني أنت تعبت، حاسس إن أنت تعبت، وحاسك برضو إن أنت بقى كملت لحد هنا، فأنت مستمتع بالشرح. فليه يا عم تعمل لايك؟ ما تعمل اشتراك في القناة، ما تفعل زرار الجرس، ما تعمل شير. يعني اعمل شير. اقول لك والنبي ايه اللي والنبي دي يا جدعان؟ اعمل شير. طيب اللي بعده يا اسطى، انا حاسس ان انا بشحت فهنعيد بيه تاني. تمام، امسح بقى اللي فات ده وابدا من الحته دي. طب يا جماعه انا حاسس كده بما انك وصلت يعني للجزء دوت قبل سؤال علل، فانت مستمتع قاعد كده وماسك نفسك كده وعمال بتحل معايا، فليه لا؟ ليه ما تعملش اشتراك؟ ليه ما تعملش لايك؟ ليه ما تعملش شير؟ ليه ما تفعلش زرار الجرس؟ جامد جدا ده والله العظيم. اعمل شير يا اسطى، اعمل شير. يعني اخوك ولا ابن خالتك ولا ابن عمتك اعمل له شير يا عم، خليه برضو ايه يراجع معانا كده مراجعه الشهر باذن الله، ويخش نقفل الامتحان. طيب نبدا بسم الله على بركه الله. سؤال علل تسميه السوائل والغازات بالمواقع. معلش كده يا مستر، هتقولي كده هي كانت ايه المواقع؟ بصوا يا جماعه انا هستغل سؤال علل دوت علشان اشرح كل حاجه. فيعني انا سايب السؤال لكل صفحه او لكل سلايد عشان الفكره دي. تسميه السوائل والغازات بالمواقع، لان المواقع لازم يكون لها شرطين. لازم تبقى اما قابله للانسياب، وكمان تاخذ
شكل الاناء. يبقى خلاص. طب كانت كام مائع يا مستر؟ قال لي كان عندي مائعين، فاكرهم يا اسطى؟ اول مائع المواد السائله. ايه ده؟ طب ما هو ده اهو يا اسطى، السوائل والغازات. فكرني كده، هي المواقع دي كان الحراره تنتقل فيها عن طريق ايوه الحمل. طب الهواء كان بينتقل عن طريق كام حاجه؟ 2، حمل واشعاع. حمل واشعاع. اللي بعده تقول لي يا مستر فين الاجابه؟ الاجابه في السؤال، الاجابه لسه كاتبين اللي كانت هنا وهنا. تمام. رقم 2 اختلاف معدل انسياب العسل عن معدل انسياب الماء. بص يا باشا، ده بيحصل بسبب حاجه اسمها اللزوجه، بسبب اختلاف اللزوجه. فانسياب العسل، بص تقول انسياب العسل بطيء. ليه بطيء؟ بسبب، اقول زياده اللزوجه ولا قله اللزوجه؟ لا، العسل زياده اللزوجه. واعكس بقى هناك قول له ان الميه سريعه بسبب ايه؟ ايوه قله اللزوجه. طيب اللي بعده، المواد الصلبه لها شكل وحجم محددين، ويجي يقول لك الماده السائله ليس لها شكل ثابت ولكن لها حجم محدد، ويجي يقول لك المواد الغازيه ملهاش ولا شكل ولا ليها حجم. كل دول لازم نذكر له حاجتين، لازم نذكر له قوى التجاذب والمسافات البينيه. بس كده يبقى اقول له لان نقطه قوه التجاذب كذا والمسافات البينيه كذا. طب في الحاله دي هي الماده الصلبه ليها شكل ثابت وليها حجم محدد. ليه؟ لان قوه التجاذب بينها هتكون كبيره جدا، والمسافات البينيه بينها تكون صغيره جدا. قلت لك الاثنين دول كده مع بعض اسمهم علاقه ايه؟ عكسيه. حلو. اللي بعده تلون الماء باللون البنفسجي تدريجيا عند وضع بلورات برمنجانات البوتاسيوم. انا بس افكرك بحاجه، ان الانتشار يتوقف على كام حاجه. قال لي اول حاجه درجه الحراره، ثاني حاجه كتله الماده، ثالث حاجه الحاله الفيزيائيه. طيب لا يا اسطى، درجه الحراره والكتله بس، مش الحاله الفيزيائيه. احنا هنا بنتكلم على الانتشار. طيب عايز اعمل، قال لي اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى بس ناخد التجربه دي. ادي كوبايه ميه وادي كوبايه ميه، طبعا الماء باللون الازرق بس، يعني تخيل معايا جبنا نقطه برمنجانات حطيناها هنا وحطيناها هنا. تقول لي ايوه طب ما هيتعملوا بنفس هينتشروا في نفس الوقت. اهدى على رزقك. قلت لك ان دي عند 10 سيليزيوس، ما تعملها بقى بالانجلش يا مستر. ودي عند 80 سيليزيوس. اسالك سؤال، مين اسرع؟ مين هيتلون باللون البنفسجي اسرع؟ ايوه خلاص اكيد انت عرفت، اللي درجه حرارته اكبر يبقى انتشاره اسرع. طيب هي ليه بتتلون بقى يا مستر؟ قال لي بسبب انتشار جزيئات او جزيمات برمنجانات البوتاسيوم، برمنجانات البوتاسيوم بين المسافات البينيه للماء. خلي بالك ان المسافات البينيه للميه دي هي الحاجه اللي بتخليها تدوب حاجات كتير. يعني الملح بيدوب ليه؟ لان الملح يدخل بين المسافات البينيه ويقعد هنا. طيب صعوبه تكسير قطعه من الصخر. قول له يا باشا هي الصخر دي ماده ايه؟ هتقول لي يا مستر والله الصخر ده ماده صلبه. طب هي الماده الصلبه دي كانت صلبه ليه؟ قال لي بسبب زياده قوه التجاذب بين جسيماتها، وان المسافات البينيه صغيره فيصعب تحطيمها او فيصعب كسرها بسبب زياده قوه التجاذب بين جسيماتها ومسافات بينيه قليله. قول بقى كل حاجه، مسافات بينيه صغيرة جدا فيصعب تكسرها. احنا يا جماعه بنكسر حته او بنقسمها، يعني بنجزء ميه بسهوله. ليه؟ عشان مسافات بينيه كبيره وعشان قوه التجاذب بتاعتها قليله وهكذا.
لكن بالنسبه للصخر لا، ده مسافات بينيه قليله، قوه تجاذب كبيره، وهكذا. طيب يا جماعه برضو ديت حته بتاعت ذوبان ملح الطعام في الماء احنا جاوبناها فوق. يلا يا عم علي بعده عشان عايزين نخلص، عشان عايز حضرتك مشغول امتحان بكره، فانت لازم ايه تلخص الدنيا. طيب ثالثا علل تتحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله بالتسخين. اقول له لان عند التسخين تكتسب الجسيمات طاقه حراريه فتزيد من طاقه حركه الجسيمات، وبالتالي تتحول من الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله. ممكن اقول له يا مستر حاجه كمان؟ يا عم عادي. اقول له لان الماده الصلبه او الحراره تعمل على اضعاف قوى التجاذب بين الجسيمات وزياده طاقه حركتها، وبالتالي زياده المسافات البينيه، فبالتالي احول من الماده الصلبه الى الحاله الايه؟ السائله. فاكر كنت بحول من الماده الصلبه الى الحاله الغازيه عن طريق ايه؟ التسامي، صح؟ اللي بعده اثناء عمليتي الانصهار والغليان تظل درجه الحراره ثابته. لا قول لي بس معلش، هو عند درجه الانصهار كانت درجه الحراره بتبقى ثابته بكام؟ بتبقى ثابته بصفر، تثبت كده شويه، والغليان بتبقى ثابته ب 100. طيب مستر يلا نشرح. لا سايبها لك في اخر الفيديو. المخطط دوت اللي طالع مظبوط، طالع مظبوط ايه؟ طالع ثابت، طالع ثابت، ده مخطط مهم جدا ومحتمل ان هو يجي في اي امتحان، محتمل لانه حاجه صعبه لو عايز ارخم عليك يعني، بس ان شاء الله الامتحان مش هيجي رخم، حتى لو جه رخم انا واثق فيك، انت مذاكر. طيب اثناء عمليه الانصهار ليه؟ لاضعاف قوى التماسك بين، او لاضعاف الروابط بين الجسيمات. يلا اللي بعده. ارتفاع درجة غليان محلول سكر الجلوكوز عن درجة غليان الماء المقطر. يلا يا صاحبي تعالى معلش كده معايا. لو انا جبت كوباية مية بالشكل دوت، مية نقية، ماء مقطر، ماء مقطر يا جماعة يعني ماء نقي، ماء مقطر يعني ماء نقي، هيغلي عند كام؟ يغلي عند 100. ده الطبيعي. لكن لو حطيت له سكر، اسألك سؤال، لو حطيت له سكر يا صاحبي هل دي كده؟ لا انا عايز ارجع. طب ارجع يا صاحبي. انا كده هرجع. طيب بلاش حل، تعالى اصلا نعمل تاني. انا جبت، لا واخد، انا جبت كوبايه بالشكل دوت ومليتها ميه وقمت جاي يا استاذه حطيت فيها سكر بالشكل ده. اصبحت دلوقتي يا دكتوره هي مش ميه نقيه، امال اصبحت ايه؟ اصبح ماء زائد سكر، اللي هو انا بسميه كده من الاولى اعدادي محلول سكر، لان محلول السكر دوت كان مخلوط متجانس. طيب عايز ايه يا عم اللي بعده؟ التكييف بدا يقع مش عارف ليه، ما علينا. المهم ماء زائد سكر يا مستر هو محلول السكر، لو كان بيغلي عند 100 دلوقتي يغلي عند كام؟ يغلي عند 100 ونص. اقول له بسبب زياده عدد الروابط. هو ايه يا مستر ده؟ اصل بص ادي جزيء ميه مع جزيء ميه مع جزيء ميه، في رابطه في رابطه في رابطه. طبعا تخيل معايا انا لما اجي اغلي دلوقتي هكسر كام رابطه؟ 3. لكن تعالى كده ندخل السكر في الموضوع. بص كده الجزيء ده عامل رابطه مع ده مع ده مع ده، والجزيء ده كمان عامل رابطه مع ده ومع ده، والجزيء ده كمان عامل رابطه مع ده ومع ده. وانا كده لما هكسر 3 ولا اكتر من 3؟ اكتر من 3 بسبب زياده عدد الروابط المعرضه الى الحراره. يلا بينا بسم الله اللي بعده. طيب تكون قطرات مائيه على السطح الخارجي لكوب به ماء مثلج. دايما يا جماعه كده لما تلاقي ازازه ثلج تلاقي كده هي عرقانه من بره، معرقه، تلاقيها عرقانه كده من بره. ليه؟ قال لي بسبب فقدان بخار الماء الموجود
في الهواء للحراره. فقدان ده يعني تسخين ولا تبريد؟ تبريد. اصل الهواء البخار بقى، مش بلاش الهواء، البخار اللي موجود في الهواء حوالين الازازه بتاعت التلج. ليه يا اسطى؟ يعني في حواليك كده في حاجه اسمها بخار، في حاجه اسمها رطوبه، فالرطوبه دي في كل حته. بص حتى بنعرق. طيب طبعا مش السبب اللي احنا بنعرق ان هو فيه رطوبه، لا ده جسمنا اللي فيه في رطوبه فبعرق. فاهمني الفكره؟ طيب بسبب فقدان بخار الماء الموجود في الهواء للحراره فيتكثف، فيحصل له عمليه ايه؟ تكثف. يلا على اللي بعده. موبايلي فصل؟ ماشي. يلا يا جماعه بسم الله. بيقول لي زياده معدل التبخر عند ارتفاع درجه الحراره. اقول له بسبب يا اسطى هي في بسبب ماشي يلا. بسبب زياده طاقه حركه الجسيمات التي او الطاقه الحركيه يعني او الطاقه الحراريه التي لها القدره على التحرر من الوسط. يعني حضرتك انت عندك ميه حلو، لما تزود درجه حرارتها، ما قلتش تغلي، تزود بس درجه حرارتها. قال لي ان زياده طاقه حركه الجسيمات دي لما تزود طاقه الحراره او الطاقه الحراريه يحصل عندها يا باشا، يحصل عندها ان الجسيمات بتتحرر من الوسط، فتبدا تخرج بالبلدي كده، يبدا يحصل لها عمليه ايه؟ تبخر. على اللي بعده. كوب الشاي الساخن يمثل نظاما مفتوحا. تقول له ليه؟ اقول له لان الكوب يعمل على، او الكوب المفتوح يعمل على تبادل الماده والحراره. بما انه بدل لي ماده وبدل لي حراره، بدل لي ماده وبدل لي حراره، يبقى اسمه نظام ايه يا استاذ؟ نظام مفتوح. على اللي بعده بسم الله. القدر القاتم الكاتم، قاتم ايه؟ القدر الكاتم يمثل نظاما مغلقا، بينما الترمس يمثل نظاما مفتوحا. لا تعالى كده، هو النظام المغلق دوت كان مغلق ليه؟ اقول له بسبب لانه يعمل على تبادل الطاقة أو الحرارة ويمنع تبادل المادة. لكن ده هو الترمس يا جماعة يمثل نظاما معزولا ليه؟ قال لي خلاص عشان ايه يا مستر؟ قال لي عشان لأنه لا يحدث به تبادل للمادة ولا الحرارة. لو بلدي كده يا باشا، ولا ده ولا ده. على اللي بعده. علل يعتبر الترمومتر الطبي نظاما مغلقا. اقول له لانه يمتص الطاقه الحراريه فقط. بالك كده يا استاذ، حضرتك لما تحط الترمومتر فيه تحت لسانك او تحت بطاطك هو بيمتص الطاقه الحراريه بس. هل يا جماعه وانت حاطط كده الترمومتر تحت لسانك فجاه كده الزئبق عدى؟ هل الماده اللي هي الزئبق عدت ودخلت حضرتك فوق حضرتك؟ دي دخلت حضرتك فوق حضرتك. ايه؟ دخلت الزئبق دوت دخل فوق حضرتك؟ لا ما دخلش. ما ليه مصر؟ اقول له يمتص الطاقه الحراريه فقط دون تبادل المادي. طيب على اللي بعده. عند تسخين كتلتين متساويتين من الزيت والماء بنفس المصدر الحراري، يبقى الحراره واحده. ماشي. يكون مقدار الارتفاع في درجه حراره الزيت اكبر مما فيه في الماء. ماشي يا مستر. محتاجين نقول يا باشا ان الزيت بيسخن اسرع، واللي يسخن اسرع عشان حرارته النوعيه اقل. بالظبط، برافو عليك، خلاص خلص. الحراره النوعيه علاقه عكسيه. اقول له بسبب انخفاض الحراره النوعيه لمين يا؟ للزيت. طب مستر انا مش عايز اقولها كده، انا عايز اقولها عن طريق الميه. اقول له كم بسبب
ممكن نجيب دي كده كده بسبب ارتفاع الحراره النوعيه لمين؟ للماء. على اللي بعده. يلا بينا يا جماعه نحل السؤال رقم 16. بسم الله. بيقول لي يستخدم الزئبق في كده فين احنا فين؟ في صناعه الترمومترات. بص يا صاحبي، تعالى كده نتخيل مع بعض ان بدل الزئبق اللي موجود في الترمومتر دوت في مثلا ميه. حط يلا يا باشا الزئبق في بقك. استنى ساعه، ساعتين، يومين، مفيش اي حاجه اتغيرت. ايه ده؟ زادت سنه. ليه يا مستر؟ اصل الميه حرارتها النوعيه كبيره فبتسخن بالراحه. لكن الزئبق تقول لي يا باشا لان الزئبق حرارته النوعيه مالها؟ قليله او اقل. فايه اللي يحصل؟ فيقل او فيزداد مقدار التغير في درجه الحراره. بالبلدي كده هو اي هفوه، اي فسفوسه كده، فسفوسه حراره تسخنه تخليه يطلع شويه لفوق. طيب طبعا يا جماعه خليك فاكر ان درجه حراره الجسم من 36.5 ل 37.5، يعني ده المتوسط على حسب برضو حضرتك ايه، تعبان، عيان، وهكذا. طيب ارتفاع درجه حراره جسم صلب، علل طبعا. ارتفاع درجه حراره جسم صلب بارد عند ملامسته لقطعه حديد سخنه. يعني يا جماعه انا عندي جسم صلب بالشكل دوت، وخليك فاكر هو اكد عليك ان هو الصلب، وعندي قطعه حديد سخنه بالشكل دوت. يا عم تعالى نتخيل ان الحديد ب 100 والماده الصلبه مثلا يا اسطى نتخيل ان هي ب 50. يلا يا صاحبي معلش كده معايا هسألك سؤال ما تتسرعش. الحراره 2 من اللي فين؟ هتقول لي جدع من الحديد للصلب للماده الصلبه. غلط. تقول لي خلاص من الصلب للحديد. ده الطالب العبيط، الطالب المعاق. مش قصدي حاجه، قصدي هل الاثنين دول ملمسين بعض؟ هل في تلامس عشان يحصل توصيل؟ تلامس؟ لازم يحصل تلامس عشان يحصل حاجه اسمها توصيل اللي هو الحراري. طيب قال يا مستر طب لمسوناهم لبعض، ايه اللي هيحصل؟ قال لي تنتقل درجه الحراره من الجسم الاعلى الى الجسم الاقل. والله بس خلاص قشطه. يبقى اقول له ايه؟ اقول له لان الحراره تنتقل من قطعه الحديد الاعلى في درجه الحراره الى الماده الصلبه او الى الجسم الصلب الاقل. خلصت يا اسطى. يلا عملت سكرين. اللي بعده. تصنع اواني الطهي من الالومنيوم بينما مقابلها من الخشب. الالومنيوم ده بنصنع منه ليه اواني الطهي؟ لان الالومنيوم ماده عازله. اسمها ماده ايه يا جدعان؟ ماده جيده التوصيل للحراره او التوصيل الحراري. لكن الخشب خلاص بقى عكس جيده، يبقى ايه؟ ماده رديئه التوصيل الحراري. اللي هو بين قوسين كده يا صاحبي ماده عازله. ايه اللي بعده؟ يستطيع النسر التحليق في الهواء على ارتفاعات كبيره دون ان يرفرف بجناحيه رغم قوه جذب الارض ليه. النسر يا جماعه فوق كده تلاقيه رفرفتين وثبت. لا هو ما بيثبتش، بتلاقيه بيطلع لفوق. ايه ده؟ بيطلع لفوق ليه؟ هقول له بسبب تيارات الهواء الساخنه التي ترتفع لأعلى. أو ممكن أقول لك بسبب تيارات الحمل اللي هي الساخنة أو تيارات الهواء الساخنة. يا جماعة نرجع كده مع بعض. الهواء اللي ملامس للأرض سخن ولا بارد؟ سخن. واللي يسخن تقل كثافته، واللي تقل كثافته يطلع فوق، وهكذا وهكذا وهكذا. فهو النسر ذكي. أنا ليه أعمل مجهود في الرفرفة لما ممكن أعمل كده وأثبت وأحرك بس كده شوية إيه اللي أنا إيه طاير هناك كده شوية وأقوم داخل يمين وهكذا. طيب اللي بعده.
علل حدوث ظاهره برضو نسيم البحر بسبب نفس الفكره يا جماعه برضو، بسبب تصاعد الهواء الساخن عند اليابس، فيحل محله هواء بارد من البحر. لو في ما يعرف بحاجه اسمها نسيم ايه يا دكتوره؟ البحر. طب هو نسيم البحر ده كان بيعتمد على ايه؟ بيعتمد برضه على حاجه اسمها تيارات الحمل. تنتقل حراره الشمس الينا واحنا خلصنا؟ الحمد لله. تنتقل حراره الشمس الينا عن طريق الاشعاع، لان يوجد، او المفروض ما اقولش ما يوجدش اصلا، يوجد فراغ بين الشمس والارض، فلازم الانتقال يبقى عن طريق ايه يا استاذه؟ عن طريق الاشعاع، لانه يوجد فراغ بين الشمس والارض. او ممكن اقول لك تاني، لان الاشعاع لا يحتاج الى وسط مادي. انا جايب لك اكتر من اجابه وكلهم صح، وانت بقى عليك اللي انت تنقي كده ايه الابسط. الناس يا جماعه اللي بتحفظ الكتاب صم، يعني زي ما هو كده. انتوا عايشين، انتوا معانا يا جماعه، مش بالحفظ، بالفهم. تمام. انا لو غيرت لواحد كلمه في سؤال هو حافظه هيتلجلج. في ناس طبعا ما شاء الله اللهم بارك، يعني هي بتحفظ وبتفهم في نفس الوقت، يا رب تكون منهم. يعني اللي بعده يا جماعه، انا خلصنا سؤال علل، خلصنا امس اسئله علل. تعالى كده. عند وضع مكعب من الثلج في ماء مغلي، يعني حطيت مكعب يا جماعه من الثلج كده. عند وضع مكعب من الثلج في ماء مغلي، ايه اللي يحصل؟ تنتقل الحراره من الماء الى الثلج. تعالى يا باشا كده نتناقش مع بعض. احنا حطينا يا جماعه ادي مكعب ميه، حطينا فيها ميه هنا هو كده. طبعا الميه يا جماعه ساخنه، وجينا قمنا حاطين هنا مكعب ثلج. نسال بعض سؤال، مين هيودي فين؟ هل الثلج هو اللي هيسقع الميه، ولا الميه هي اللي هتسخن الثلج؟ بالظبط. يبقى تنتقل الحراره من الماء الى الثلج. ممكن نعملها بلون مختلف يا مستر؟ يلا كده. يكتسب الماء طاقه من الثلج؟ لا، ده المفروض العكس. المفروض ان الثلج الميه الساخنه هي اللي بتدي حراره للثلج. يكتسب الماء طاقه من الوسط المحيط؟ مالناش دعوه. تنتقل البروده من الثلج الى الماء، برضو البروده ما بتتنقلش، حراره هي اللي بتتنقل. يلا باش السؤال رقم 2، تنتقل الحراره عن طريق الحمل في كل مما يلي عدا. قلنا يا جماعه الحراره عن طريق الحمل دي لازم يبقى فيها ايه؟ وسط مادي، اللي هو يا جماعه اسمه موائع. مين يا اسطى الموائع دول؟ حاجتين، اي ماده غازيه او سائل. يلا احكي. الكلور. تقول لي يا مستر ده الكلور ماده سائله. مش قصدي الكلور ده اصلا، انا قصدي الكلور الغاز اللي خدناه في اولى اعدادي، اللي هو السي ال، الهالوجينات يا اسطى، سي ال 17. ده احنا الوحده الثانيه. بص هنتنفخ هناك. والميه طبعا وسط سائل، والهواء طبعا غاز، يبقى الالومنيوم اكيد ده الوحيد اللي وسط ايه؟ الصلب. ممكن نمسح عليه كده معلش، ممكن نمسح عليه كمان. قشطه، نمسح عليه كمان. الاجابه ايه يا اسطى؟ الاجابه الومنيوم، لان في كلمه ايه؟ قاعده. عندما يسخن الهواء، يلا يا جماعه اللي عمالين نقولها بقالنا 100 سنه، انا عمال والله اقول اكد عشان السؤال ده. عندما يسخن الهواء ايه اللي يحصل؟ كثافته تقل ويهبط لاسفل؟ لا، هي الكثافه تقل ويرتفع الى اعلى. طب كده بص، كثافته تزداد؟ لا طبعا، هو لما بيسخن كثافته بتقل. طيب يلا على بعده. الاشكال البيانيه دي يا جماعه مهمه جدا، ده سؤال سامي متفوقين. اي الاشكال البيانيه التاليه يعبر عن العلاقه بين درجه حراره ماده وطاقه الحركه. كنا بنقول يا دكتور لما طاقه الحركه بتزيد درجه الحراره بتزيد، او العكس صحيح. طب يعني عايز ايه؟ يزداد. دي علاقه ايه؟ علاقه طرديه. العلاقه الطرديه يا جماعه كانت بترسم ازاي؟ بعد اذن حضرتك ممكن اقول لك، بس قبل ما اكمل، دي كده علاقه طرديه، دي كده علاقه ثابته. دي كده يا دكتور اللي نازله علاقه عكسيه. طب دي كده بص هي عكسيه وثبتت، فبقت عكسيه ثم ثابته. الحاجات دي يا جماعه نحتاجها، مهمه.
فانا بقول لك عمال يزداد كلما زادت درجه الحراره زادت طاقه الحركه، زادت طاقه الحركه، يبقى دي علاقه طرديه، يبقى الاجابه هي على اللي بعده. فاكر المنحنى ده؟ يلا بينا. يلا صح، معلش كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك حالات الماده من 1 ل 2 إلى 3. اول عمليه بس اللي هي العمليه اكس دي، العمليه اكس دي كانت ايه؟ قال لي والله يا مستر دي كانت حاله ثبوت، وانا كنت مسميها ثبوت اولى. ليه ثبوت اولى؟ لان درجه انصهار، بيحصل لها عمليه درجه انصهار، بيحصل لها درجه انصهار قصدي، ايه اللي بيحصل لها؟ بيحصل لها انصهار. فالثبوت دي يا دكتور بتثبت عند الكام؟ بتثبت عند الصفر. فالعمليه دي اسمها ايه؟ انصهار. انا جاي من ثلج. طيب تعالى على اللي بعده. العمليه واي كانت اسمها عمليه غليان. كانت ثابته عند الكام؟ عند ال100. على فكره انت جبت الايه بصفر وجبت البي، خلاص يا استاذه طلعت بكام؟ ب100. يبقى تعالى كده نشوف النقطه A صفر والنقطه B ب100. العمليتان اكس وواي زي ما اتفقنا، اكس دي عمليه انصهار وواي عمليه غليان، يبقى اكس انصهار واي غليان. حالات الماده في 1 و2 و3 ممكن نمسح؟ خد بس سكرين كده عشان ايه؟ انا محتاج 1 و2 و3. 1 دي يا دكتور كانت حاله ايه؟ كانت حاله صلبه لان هي اسمها ثلج، لان هي كانت اقل من الصفر، يعني مثلا ممكن ده يبقى سالب 20 مثلا ولا حاجه. طيب حاله 2 دي حاله سائله اللي هي بين الصفر وال100. حاله 3 دي حاله ايه؟ حاله غازيه، والف مبروك خلصنا الحته دي كمان. طيب طيب بص بقى، السؤال ده انا حاطه بس محتاجين فيه آلة حاسبة. الحمد لله ده فيه آلة حاسبة. تعال نروح نجيبها. آلتك يا عم الحاسبة ومعايا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ما درجة غليان الماء عند أعلى قمة في جبال الإنديز التي تساوي 9600 متر تقريبا؟ بص أنا عندي معلومة، يعني كده هنحلها على الرقم دوت، بس إن أعلى قمة جبلية في العالم تقريبا كانت الهيمالايا. ممكن تتأكد برضو من جوجل. الهيمالايا كانت باين 8448 848 في الحدود دي، فتأكد برضو. المهم يا عم انا ماليش دعوه، انا عندي 9600 متر 600 متر. كنت بقول لك ايه؟ عند الارتفاع 300 متر 300 متر بس تقل درجه الغليان بمقدار 1. يعني لو حضرتك على سطح الارض او سطح البحر عموما درجه الغليان هتبقى بكام؟ لو انت ماء نقي وعلى سطح البحر ب100، لو طلعت 300 تقل درجه تبقى 999، لو طلعت 300 كمان تقل درجه تبقى 98، 300 كمان وانت بقى تفضل تقول 300 300 300 300. لا يا اسطى انجز، هجيب اي رقم هو مديهوني 9600 بالشكل دوت واقوم قسمه على 300، دي مع دي دي مع دي، عايز اجيبها كده بالبركه 10 20 30 ممكن تبقى 33. تعال نشوف 9600 على 300 32. والله يا جماعه لسه جايبها معاكم دلوقتي. يبقى مقدار التغير يبقى كام؟ 32 درجه. حلو. حد منكم يا جماعه يقول لي ايه؟ خلاص بقى يا مستر يبقى درجه غليان الميه ب 32. اقول له خد تعالى، هي هتقل بمقدار 32. طب هي كانت كام اصلا؟ هي كانت ب 100، فتقول لي ان درجه الغليان الجديده اللي هي فوق هتبقى 100 ناقص ال 32 هتساوي كام يا اسطى؟ هتساوي 68 متاكد برضه هتساوي 68 طبعا. 100 ناقص 32 هتساوي 68 مظبوط. هي كده 60 اصلا. حد دلوقتي يا جماعه ينزل يقول لي في الكومنتات ها مستر مش عارف يطرح 100 ناقص 32. يس انا بعودك على حاجه، حضرتك وانت في الامتحان الغرور هياخدك وتعمل دي من غير آلة، ف 78 يا مستر. طبعا انت عارف ان ال 100 و 120 منها 30 يبقى 70. والله انا وانا في سنك. طب يلا كام؟ 73 و 33. 90% منكم هيقول لي 100. لا يا جماعه 73 77 و 33 بتبقى 110. والله يا جماعه احنا كنا فاكرينها كده. طيب
طب اللي فكر كده يا جماعه ينزل برضه يكتب لنا في الكومنتات. طب اللي مش بيفكر ينزل برضه يقول لنا انت، اكتب لنا في الكومنتات. تعالى يا عم. المهم يعني يا اسطى ان انت في الامتحان الغرور هياخدك حضرتك وتعمل لي كده اجابه فيها جمع او طرح بدماغك. ما قلتش ما تعملهاش على الاله، انا قلت لك هتعملها بدماغك. تمام ممتاز، بس اتاكد بالاله وانت بتراجع. هو المراقب يفضل يقول لك يا ابني راجع يا ابني راجع، وانت تقول له مراجع انا عايز اروح انا عايز اروح. يا ابني ماشي، ما تراجع بالاله. خسرت حاجه؟ ما خسرتش. طيب تعالى بقى شوف اخر حاجه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول له يا استاذ صح كده نشوف بس ايه ده، مين دول؟ بيقول انا عندي كده حاجه هنا اسمها التلج، وعندي كمان حاجه هنا اسمها البخار. ده واضح جدا ان ده غاز ودوت ماده صلبه. اكيد اللي في النص هتبقى ماده ايه؟ سائل. يلا يا عم يبقى رقم 3 ماده سائل. تعالى كده من تلج لسائل اسمها انصهار، يبقى من سائل لبخار اسمه تبخر او غليان. تكثف عكس هنا اهو يبقى عكس، مش هنا عكس انصهار يبقى عكسها حاجه اسمها تجمد. خليك فاكر ان انت تعالى كده اهو موجود هنا. وانا رايح كده من التلج للسائل ومن السائل للبخار، المفروض ان هو عاكس لي الموضوع يعني. من التلج للسائل من السائل للبخار زي السائل موجود لك كده حضرتك. انصهار وتبخر بيبقى عمليه اسمها اكتساب طاقه حركيه او اكتساب طاقه حراريه. العكس يبقى هنا ايه؟ فقد طاقه حراريه. والحمد لله ان احنا وصلنا للجزء ده، خلصنا يا جماعه المراجعه الحمد لله. وبعد كده يا جماعه مراجعه الشهر الثاني اللي هو شهر نوفمبر، واللي بعده مراجعه نهائيه، ونخلص ان شاء الله ثانيه اعدادي وندخل بقى ثالثه اعدادي على خير باذن الله. باذن الله السنه الايه المفصليه في حياتك التعليميه كلها، اللي منها يا تكون برضه بس في حته ثانيه. تمام؟ محدش يا جماعه يزعل ان هو لو ما دخلش ثانويه عامه خلاص الثانويه العامه دي مش اخر العالم، لا، في حاجات اكتر من كده عموما يعني. بس انت وهدفك برضه، فانت حط هدفك من دلوقتي. انا عايز اطلع دكتور، عايز اطلع صيدلي، بلاش دكتور وصيدلي، عايز اطلع رسام، عايز اطلع مهندس. فلو وصلت لحد هنا انزل قول لنا انت نفسك تطلع ايه، انت حلمك تطلع ايه. تمام؟ ما تنساش اللايك، ما تنساش الشير، ما تنساش الاشتراك وتفعيل زرار الجرس، واستنانا بعد امتحان الشهر ان شاء الله هنبدا ننزل لكم او نبدا نستكمل كده. احنا منزلين الوحده الاولى، هنبدا نستكمل تنزيل الوحده الثانيه ان شاء الله والوحده الثالثه وهكذا. تمام يا باشا؟ تمام. برضو اكتب كومنت جميل لو استفدت من الفيديو دوت. طبعا من الفيديو اللي قبله لو ما اتفرجتش روح اتفرج عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.